حابب تستجيب لي تبقى حبيبي، مش حابب تستجيب لي مش هقولك لا، بس استنى اللي هيحصل لك. انا تربو، ولو اول مره تشوفني تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس، ويلا بينا على الفيديو. كنا قاعدين على الكافيه زي ما احنا متعودين كل يوم جمعه انا واصحابي. منذر مره واحده قام قال يا جماعه معلش انا همشي، انا اتاخرت قوي. منذر عنده 19 سنه. منذر المفروض يبقى في اولى جامعه، بس هو ساقط فبيعيد السنه، فبالتالي هو في ثالثه ثانوي. كنا الصراحه بنهريه تحفيل، وطول ما هو رايح وطول ما هو جاي الساقط راح الساقط جه، الساقط راح الساقط جه. بس منذر كانت روح حلوه جدا وعمره ما كان بيزعل مننا. منذر كان في مرحله طيش ومرحله مراهقه متاخره جدا، فما كانش بيهمه كلام اهله اذا كان هم راضيين او مش راضيين، فبالتالي ما كانتش بتفرق معاه هو بيروح متاخر ولا بيروح بدري. استغربت جدا وبدات اسالهم هو منذر مشي ليه؟ منذر زعلان مننا في حاجه ولا حاجه؟ قالوا لي ما طبعا لازم يمشي، منذر مشي من تصرفاتك، انت هتستقبل ولا ايه؟ قلت لهم من تصرفاتي؟ بس انا ما عملتش حاجه. قالوا لي براحتك. قعدت اسالهم قد كده ومحدش مديني فيهم مواد نافع. عدى يوم ورا التاني ورا التالت وتصرفاتهم عماله تتغير معايا واحده واحده، وانا مش فاهم اي حاجه. انا مش فاهم هما ليه تصرفاتهم بتتغير معايا من ساعه ما منذر قام وقال انا همشي وانا متاخر، وهما تصرفاتهم متغيره معايا وانا مش لاقي اي سبب لده. حاولت الطف الدنيا ما بيننا على قد ما اقدر لحد ما الدنيا نوعا ما بقت كويسه عن الاول بكتير. يوم الجمعه جه وقعدنا نفس قعدتنا، وحاجه قالت لي بقول لك ايه، ما تقوم تروح الكشك. وفعلا قمت ورحت الكشك، وبالمناسبه ما حدش فينا احنا الاربعه بيدخن، بس لقيت نفسي رايح الكشك وبجيب 4 سجاير على نفس عددنا بالظبط، وجبت ولاعه ورحت على الكافيه وبدات اعزم عليهم. اول ما عزمت عليهم قعدوا يقولوا لي لا ومش لا واحنا ازاي نعمل كده، وقعدوا يقولوا لي شويه الكلام المعروف ده لحد ما قدرت اقنعهم. وفعلا كل واحد شرب سيجارته وروحنا من كتر ما احنا دايخين، لانها كانت اول مره نشرب، احنا اصلا ما بنشربش. مع الوقت بقيت مدخن وخليت صحابي كمان كده، بس الفرق ما بيني وما بينهم انهم كان كل شويه بيجي لهم حاله من تانيب الضمير على اللي هم بيعملوه، لكن انا ما كانش ضميري بيأنبني ابدا، بل بالعكس كنت مبسوط وحاسس ان اللي أنا بعمله ده هو الصح. بدات اشرب شيشه واقنعت اصحابي ان هم يعملوا كده، ومع كل خطوه انا باخدها كنت بجر اصحابي ان هم يعملوا كده، وكنت بقنعهم بده وكنت بشجعهم ان هم يعملوا زيي كمان. شربت كل انواع الدخان وضربت كل انواع المخدرات اللي ممكن تتضرب في الدنيا، ومشيت مع بنات الدنيا كلها، وعملت كل حاجة وحشة ممكن تتعمل. اترفدت من شغلي لان هم حسوا اصلا ان انا اتغيرت وبقيت مختلف جدا، وصحابي ورايا في كل خطوة انا بعملها، وكمان مش بيعترضوني تماما. كل مرة بقدر اقنعهم باللي انا عاوزه من غير ما يعترضوا تماما. رحت اشتغل صبي ديلر وسبته، وبعد كده رحت اشتغل بودي جارد في بار، وبدات اقنع كل الناس اللي حواليا ان هم يمشوا ورا كلامي وان هم يعملوا زيي وان هم يمشوا في نفس طريقي. وبالفعل قدرت اقنع 90% من الناس اللي اعرفهم بالكلام ده، وخليت حياتهم تبوظ تماما. دخلت البيت بعد يوم شغل طويل وقعدت كده على الكنبه وسرحت بخيالي وقلت ياه، فاكر تربو بتاع زمان؟ فاكر قبل القرف ده كله؟ هو انا ايه اللي خلاني اوصل لكل ده؟ ومره واحده لقيت نفسي بلطش نفسي بالقلم وبقول لنفسي بطل هبل يا عم، انت زي الفل. كنت نعسان قوي ونمت على نفسي. صحيت على صوت ساعه مزعجه جدا جدا عماله تدق تدق تدق. ببص حواليا لقيتني في مكان انا اصلا معرفوش ولا عمري شفته قبل كده. ببص فوقي لقيت فيه زي دور كده مليان شجر وورد وزرع وحاجات زي كده، وفي كائن غريب زي في حد زقه كده وبيقع عليا من فوق. اول ما الكائن ده وقع لقيته بيبص لي جامد وبيقول لي الوقت ضيق وشكلك مش هتلحق، والحفرة غويطة جدا جدا، هتعرف نفسك قريب، بس انت سبب فساد الدنيا كلها. فتحت عيني لقيتني في اوضتي وعلى سريري. ايه ده؟ يعني انا كنت بحلم؟ طب ايه الكلام اللي انا سمعته ده وايه معناه؟ مرة واحدة لقيت نفسي بفتح التليفون ولقيت 10 مكالمات فائتة من علي، ومش من عادة علي ان هو بيرن كتير ابدا مهما كانت الظروف. علي عنده 28 سنة في كلية فنون جميلة. اول ما رنيت على علي لقيت علي من غير ما يستناني ارد حتى بيقول لي تعال عند اللص زيزو بسرعة، في مصيبة في مصيبة، وحرفيا كان منهار من العياط، ومرة واحدة قام قافل. انا ما بقتش فاهم حاجه الصراحه. نزلت جري بهدوم البيت، واول ما وصلت عند اللصه زيزو لقيت منذر دماغه مفتوحه ومرمي على الارض وغرقان في دمه، والشرطه موجوده وماسكه واحد ومكلبشاه وبتدخله في البوكس. وفي وسط كل ده لقيت طفل صغير بيخبط على كتفي وبيقول لي مش قلتلك مش هتلحق؟
وقام واخد بعضه وجري. انا مبقتش فاهم حاجه، هو ده حقيقه ولا خيال؟ انا دلوقتي بحلم ولا انا في الحقيقه، ولا انا بعمل ايه، ولا انا فين؟ انا مبقتش حرفيا فاهم اي حاجه ودماغي وقفت. عدى يومين على وفاه منذر، واللي فهمته بعد كده ان منذر مات بسبب ان هو كان عايز يسرق شريط ترامادول من الديلر اللي هو كان بيتعامل معاه، بس طبعا الديلر محلوش. وانا الصراحه ما زعلتش عليه قوي، في حاجه كده جوايا قالت لي طالما انت كويس وبخير تزعل عليه ليه؟ عدت الايام والحال واحد وما بيتغيرش، لحد ما علي في يوم كلمني وقال لي بقول لك ايه، عايزين ننزل، انا عايز اشوفك ضروري. وفعلا ظبطنا ونزلنا. علي كان من الناس اللي بحب اخد بنصيحتها جدا، لان هو حوالي كبير عني 6 سنين مثلا، فبالتالي كان عنده خبرة في الحياة اكتر مني، وفي نفس الوقت مش كبير عني بسنين كتير قوي، فبالتالي كنت بحب اخد بنصيحته لان دماغه قريبة من دماغي. وسط ما احنا قاعدين لقيته بيقول لي بقول لك يا تربو، انا عايز اشوف تربو بتاع زمان بقى. قلت له بتاع زمان ازاي؟ ما انا هو زي ما انا واقف قدامك. قال لي لا مش زي ما انت، التربو بتاع زمان كان مختلف، انت اتغيرت وغيرتنا كلنا معاك، مع ان صعب جدا حد يغيرني، بس انت قدرت تعملها. بدأ علي يعد لي في مواقف وافعال عشان يثبت لي ان انا فعلا اتغيرت. قمت مره واحده بكل غضب قايل له يا عم ما تخليك في حالك يا عم، ده انت بني ادم مستفز وحشري. ومره واحده قمت قايم داخل الحمام، حسيت ان انا عملت حاجه غلط المفروض ما اعملهاش، وشايف علامات الصدمه على وش علي. المهم حاسبنا وخرجنا ومشينا، ولحد ما سيبنا بعض محدش نطق مع التاني بكلمة. اول ما روحت بدأت افكر في كلام علي وقلت دقيقة واحدة، هو فين تربو اللي كان من سنة مثلا؟ بس عموما مش فارقة، انا مش متضايق، انا كده حاسس ان انا تمام. رحت المطبخ عشان اعمل عشاء وبدأت اولع البوتاجاز، وايدي غصب عني جت على النار، قمت شايلها بسرعة. بس دقيقة واحدة انا ما حسيتش بحاجة، انا ما النار ما لسعتنيش. حطيت طرف صباعي بالراحة على النار تاني عشان اتأكد، لقيت فعلا ان النار ما لسعتنيش وانا مش بتأثر بالنار. طب ازاي؟ يعني ايه يعني النار ما بتلسعنيش؟ ومرة واحدة لقيت صوت بيقول لي عايز تعرف ازاي؟ قلت له انت مين وموجود فين؟ تجاهل سؤالي تماما وقال لي عايز تعرف ازاي؟ قلت له اه عايز اعرف. قال لي عشان انت الملك. قلت له ملك؟ ملك ازاي يعني؟ قال لي 5 ليالي وهتعرف. ومرة واحدة الصوت اختفى. دخلت الحمام عشان اغسل وشي واروح من كل القرف ده، لقيت مكتوب على الحيطة بتاعت الحمام حرف الالف، بس مش مكتوب كتابة عادية، مكتوب بالدم. جريت بسرعة المطبخ عشان اجيب فوطة وانضف القرف اللي انا شفته ده. لقيت في وسط الصالة قط مدبوح ومرمي في وسط الصالة. رحت بسرعة جبت كيس ومناديل وربطته ورميته في الشارع. قط مذبوح ازاي؟ ايه الحوار ده؟ انا حتى عمري ما ربيت قطط، عمري ما دخلت اصلا البيت بتاعي قطط، القط ده جه منين؟ رحت مسحت الدم ورحت انام وانا مش فاهم اي حاجة ودماغي هتنفجر من كتر التفكير. اليوم اللي بعده جه والليل جه، وكنت قاعد مع عمي شوية بعد فترة كبيرة جدا ما كنتش بقعد معاها، والصراحة ما كنتش عارف السبب اللي بيخليني اعمل كده. ما كنتش اصلا بختلط بيهم الفترة الاخيرة دي، بس كنت بسمعها بتقولي كلمة واحدة دايما، كانت بتقولي انت مش ابني ومستحيل تكون ابني، انا عايز ابني بجد. والصراحة كنت بطنشها وكنت باخدها على قد عقلها. خلصنا عدتنا ودخلت اخد شاور، بس لقيت مكتوب على الحيطة بتاعت الحمام حرف ب برضو بالدم. هو في ايه؟ امبارح الف والنهاردة ب؟ انا امبارح قلت صدفة او في حاجة حصلت، بس مش كل يوم. بدأت ارجع بظهري واحدة واحدة لحد ما لقيت رجلي غرزت في حاجة غويطة ولزجة. ببص تحتية لقيت رجلي واقفة على قط مدبوح وغرقان في دمه. اتفزعت بسرعة ونطيت ورحت اغسل رجلي بسرعة، وجبت كيس ومناديل وبدأت احط القط في الشنطة وبدأت اصرفه في اي حتة بره البيت. بس الصراحة كنت مصدوم جدا ومكنتش عارف بقى المرة دي في ايه. غرقت في تفكيري، الف ب، طب ده مثلا ترتيب ابجدي يعني الف ب ت س، ولا الف ب دي اب؟ واب لمين؟ ايه علاقة الاب اصلا بالحوار؟ غرقت في تفكيري وحطيت 100 سيناريو وما بقتش عارف انهي الصح وانهي الغلط. اليوم اللي بعده جه واستنيته يعدي بفارغ الصبر عشان اشوف السيناريو اللي مستنيه، وبالفعل حصل نفس السيناريو، بس المرة دي لا مكتوب الف ولا ب، مكتوب لام. حلو قوي، انا على الاقل اتاكدت انه مش ترتيب ابجدي. طبعا مسحت الدم اللي على الحيطه ورحت رميت القط في الشارع ورجعت على البيت ونمت زي كل يوم. نمت وصحيت لقيت نفسي في نفس المكان اللي انا كنت فيه قبل كده، وفي دور فوقي مليان برضو شجر وورد وزرع، ونفس الكائن بيقع من فوق. بس المره دي اول ما وقع لقيته بيبصلي
ومبتسم لي جدا 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 وبيقول لي قربت تعرف انت مين يا تربو، ما تستعجلش، اصبر، هم 5 ليالي عدى منهم 3، هتعرف الحقيقة قريب يا تربو. مرة واحدة فتحت عيني ولقيتني في اوضتي عادي، وبقيت هتجنن بقى خلاص مش فاهم حاجة، هو مين اللي بيطلع لي في احلامي ده وعايز مني ايه؟ عدى عليا حرفيا يومين كانوا من اصعب ايام حياتي، اولا نفسيا، ثانيا من المواقف الصعبة والمريبة والمتناقضة اللي عمالة تحصل لي. اليوم الاول عدى ونفس السيناريو حصل بس الحرف كان يه. اليوم التاني عدى ونفس السيناريو حصل بس المرة دي الحرف كان سين. واول ما شفت حرف السين لقيت صوت بيقول لي اخيرا عرفت نفسك يا ملك، احنا تحت امرك يا مالك العوالم السفلية وعدو البشر الازلي. دخلت اوضتي بسرعة جري اول ما سمعت الكلمتين دول وبدأت اشغل دماغي. لحظة واحدة، الف ب لام ي س، ابليس؟ يعني انا ابليس؟ انا الشيطان؟ ازاي يعني؟ الكلام ده مش معقول. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ وقتها نافورة ذكريات بدأت تدخل في دماغي وبدأت افتكر تصرفاتي مع اصحابي واغوائي ليهم وكمان كلام الكائن الغريب اللي كان بيطلع لي دايما في احلامي. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ رحت لواحد صاحبي بيفهم في عالم الجن والروحانيات والحاجات دي وبيقرأ عنهم كتير وبدأت احكي له كل اللي حصل لي. اول ما سمع لقيته بيقول لي بص، هو مبدئيا مستحيل تكون ابليس باي شكل من الاشكال، لانك لو ابليس هتبقى عارف الكلام ده وكمان هتبقى عايش من آلاف السنين، انت كلك على بعضك ما تقضيش 23 سنة ولا 22 سنة. دي اول حاجة. تاني حاجة، القطط دي قرابين يا اما بيستخدمها الجن في تلبية رغبات سيدهم يا اما بيستخدمها بشري عشان يسخر جن تحت ايده. بص ما اضحكش عليك، بس مفيش شيخ في مصر يقدر يحل مشكلة كبيرة وغريبة زي كده، بس في شيخ في موريتانيا اسمه عثمان الحاج. الشيخ ده حرفيا مبتقفش معاه مشكلة روحانية او مشكلة من مشاكل الجن الا وبيكون حللها. مفيش جن حرفيا قدر يقف قصاده او مشكلة روحانية قدرت تقف قصاده. لو عايز تجازف وتروح له روح له. وانا الصراحة ما ترددتش وقررت اروح في ساعتها وفي لحظتها، وفعلا رحت في رحلة سفر استمرت 12 ساعة لحد ما اخيرا وصلت موريتانيا وتحديدا في قرية بن شاب. ما استنيتش كتير وبدأت اسأل عليه ووصلت له بسرعة الصاروخ لان حرفيا كلهم هناك كانوا عارفينه وعارفين مكانه. راجل خمسيناتي لابس كوفية وجلابية وبشرته سمرة وشكله اكبر من سنه بكتير جدا. اول ما قابلت الشيخ ما استنيتش وقعدت وبدأت احكي له كل اللي حصل معايا، والشيخ ما نطقش بحرف واحد لحد ما استناني خلصت كلامي تماما وقال لي يا ابني بص، هي حالتك نادرة جدا، انت ليك صاحب اسمه منذر؟ قلت له اه. قال لي طب بص، مبدئيا منذر هو السبب في كل ده وهو اللي خلاك يحصل فيك كل ده. طبعا الكلام نزل على وداني زي الصعقة. منذر؟ معقول منذر هو اللي يعمل فيا كل ده؟ والشيخ ما استنيش افكر واستكمل كلامه وقال لي اقعد يا ابني وريح عقلك ورخي اعصابك خالص وسيب لي نفسك. بدأ يقرأ عليا قرآن وبجد مش هبالغ لو قلت ان اللحظات دي كانت اصعب لحظات حياتي. اول ما بدأ يقرأ المكان كله حرفيا اتملى نار، ومرة واحدة صوت غليظ جدا بدأ يتكلم ويقول انت فاكر انك هتوقفني بكل ده؟ انا اللي خليت مليارات البشر يكذبوا الههم ويمشوا ورايا، انا اللي خليت ابو البشر يخالف ربه ويمشي ورا اهوائه، انا اللي خليت مليارات من الجن ومليارات من المرضى سخرتهم تحت ايدي وخليتهم يمشوا ورايا، واقل واحد منهم يقدر يدمر اقوى واحد فيكم. انتوا حسالة، انتوا حسالة وما تسووش اي شيء. وفي وسط كل ده الشيخ مكمل قراءة قرآن وما بيوقفش وصوته عمال واحدة واحدة يعلى ويعلى ويعلى لدرجة ان في ناس كتير جدا اتجمعت حوالين البيت بتاعه من كتر ما صوته عالي. بس لحظة، صوت ابليس ده كان طالع مني انا. وفي وسط كل ده في الاف من الخيالات عماله تحوم حوالين من المكان في وسط النار دي كلها، والمنظر حرفيا كان مرعب. واستمر الوضع كده لحد ما الشيخ جلده بدأ يتشقق وهو مكمل ومستمر في اللي هو بيعمله ما بيوقفش في وسط صرخات آلاف من الأصوات المتداخلة في بعضها. وفجأة إبليس بدأ يتكلم ويقول أنا هسيبكم دلوقتي، ومش هسيبكم عشان حاجة وعشان أنا مش قادر عليكم، أنا هسيبكم عشان مش عايز أخسر عدد من عشيرتي أكتر من كده، كفاية العدد اللي اتحرق، بس أنا هرجع لكم، ويوم ما هرجع لوحدي عشان ما بقاش في حاجة أخسرها، ووقتها هقضي عليك انت وهو. وفجأة كل حاجة سكتت واغمى عليا،
وما حسيتش بنفسي غير بعد شهر وانا في المستشفى ومعلق محاليل وحالتي حاله. رجعت مصر وقدرت ارجع صحابي تاني لحياتي الطبيعيه، ورجعت انا لحياتي الطبيعيه تاني بعد ما كان لابسني حاكم مملكه الجن كلها ابليس. والحمد لله هو كان في حاجات شويه غريبه كانت بتحصل، كانت في شويه مرضيه من الجن شويه، بس عادي. هيحصل ايه اكتر من اللي حصل يعني؟ اللي هيحصل بقى يا اخويا انك هيحصل لك نفس السيناريو بالظبط لو ما عملتش لايك واشتركت في القناه وفعلت زر الجرس ورحت على الانستجرام روقت عليا. على فكره بنزل هناك صور رايقه وبنزل هناك ستوريهات وحياتي كلها هناك يعني. خش فوت هناك مش هتخسر حاجه، وروح برضه اعمل فولو على التيك توك وفولو على بيج الفيسبوك مش هتخسر حاجه، وهتلاقيني حاطط لك لينك جروب التليجرام اللي انا عامله تحت. خش اهبط فيه اي قصه، قول فيه اي قصه جامده كده وقصه كده رايقه وقصه تخلي الناس الادرينالين يجري في دمها، والقصه اللي تعجبني بجد واحس انها تستحق هنزلها في القناه وهعمل عنها فيديو. وبس كده يا اخويا، كان معكم تربو من قناه تربو، وسلام. بس قبل ما تقفل بس عايزك تقول لي ايه رايك في عبد الباسط. عبد الباسط ده اخويا، ها، عبد الباسط ده اخويا. ولو ما عملتش لايك واشتركت في القناه خلي بالك بقى عشان عبد الباسط بيعض، ماشي؟ فروح اعمل لايك واشترك في القناه كده واحترم نفسك، ماشي؟ عشان عبد الباسط ما يطلعلكش. سلام يا اخويا.